شكرا جزيلا لك تشافي على استقبالنا مجددا وفي هذه الطبيعة الخلابة جدا. أنا الذي يجب أن أشكركم. أنتم الآن في منتجع تشافي الذي أشرفت على إنجازه رفقة عائلتي تقريبا منذ 16 سنة، ونحن نأتي إلى هنا من أجل التنزه ولاعب كرة القدم. وما الغاية من هذا المنتجع؟ ما هي أهدافك وماذا تلقنون الأطفال الصغار؟ الهدف الرئيسي هو أن يتمتع الأطفال بقضاء أيام جميلة رفقتنا، بالإضافة إلى تلقينهم أبجديات كرة القدم التي تلقيتها أنا شخصيا في مدرسة برشلونة، وذلك في ظرف أسبوع أو أسبوعين. لقد وضعنا تحت تصرف الأطفال مدربين مؤهلين وعلى كافة النواحي، كما أنهم يتعلمون رياضات أخرى على غرار ركوب الخيل وحتى سباق السيارات الصغيرة. لكن الهدف الأساسي والرئيسي من وراء هذا المنتجع هو العمل على قضاء الأطفال لأسبوع ممتع وتعليمهم أبجديات كرة القدم. أين كنت أمس في حدود الساعة 9؟ كنت في منزلي ببرشلونة من أجل نهائي المونديال. وماذا حدث إذن؟ صراحة حزنت كثيرا، حزنت لميسي وماسكيرانو لأني أعتقد أنهما يستحقان التتويج بلقب المونديال. هما صديقاي وزميلاي في نفس الوقت. بالأمس أعتقد أنهما لم يأخذا فرصتهما، لكن ألمانيا أيضا قدمت مونديالا من أعلى مستوى. لديهم منتخب كبير جدا، لكني كنت حزينا جدا لصديقاي ميسي وماسكيرانو. المنتخب الألماني هو البطل الحقيقي، إذن شكرا لك. الجزائر عليها أن تكون فخورة لأنها أقصيت من منتخب توج باللقب، ولكن خاصة بكونها قدمت مشوارا في المستوى. لقد أثبتت للعالم ما قلته لكم قبل سنوات في مدريد. لقد تحدثنا حينها عن لاعبين كبار وعن منتخب جيد في طور الإنشاء. هناك عديد المواهب في المنتخب الجزائري، وأعتقد أنهم أكدوا كل ما قلته في مبارياتهم أمام المنتخب الألماني. الملاحظون قالوا بأن الجزائريين لعبوا بإرادة كبيرة، وهذا ما يذكرني بتصريحاتك السابقة لنا حين أكدت أن الجزائريين محاربين فوق أرضية الميدان. وما هي المواصفات الأخرى للاعب الجزائري؟ هذا صحيح ولم أخطئ في ذلك. أعتقد أنهم يلعبون بشغف كبير وروح قتالية عالية، كما أن لديهم مؤهلات فنية عالية. في صورة فغولي فرنسا يتحرك التصوير، وحتى إبراهيمي يعجبني كثيرا. هناك أيضا لحسي الذي لم يلعب كثيرا في مونديال، لكن حينما شارك أعطى الإضافة وقدم مستويات جيدة. لقد شاهدنا لاعبين أمتعوا كثيرا من الناحية الفنية. أعتقد أن الجزائريين سيقدمون مستويات أفضل في كأس العالم القادمة بروسيا. لديكم فريق صعب المراس، وهذا ما قلته لكم قبل 2 أو 3 لم أعد أذكر. قبل 3 سنوات؟ 3 سنوات. أعتقد أن المنتخب الجزائري يملك مؤهلات التي تسمح له بالوقوف ندا قويا لأكبر المنتخبات العالمية. لم تحدثنا عن الحارس الجزائري الذي لعب دورا مهما في المونديال. نعم، يمكن القول أن المنظومة الدفاعية للمنتخب الجزائري كانت رائعة. لقد شكلوا حاجزا قويا في الخلف، كما اعتمدوا على الهجمات المعاكسة في ظل امتلاكهم لاعبين مهاريين. أعتقد أن النتائج المحققة لم تأتي من فراغ، بل نتيجة عمل متواصل ومنذ سنوات. لقد حدثتنا عن فيغولي، ما الذي ينقصه حتى يتمكن من الانتقال إلى نادي كبير في أوروبا؟ صحيح فرنسا ليس أي فريق، لكن ما الذي ينقصه للعب في ميلان، جوفنتوس أو غيرها من الفرق؟ فرنسا هو الآخر نادي كبير بالنسبة لي، لأنهم يلعبون كرة قدم نظيفة، وهو ما يسمح له بتطوير مؤهلاته كلاعب جناح. أتنبأ بمستقبل كبير لفيغولي، ربما بعد 2 أو 3 سيكون في نادي كبير. بالنظر إلى موهبته ومؤهلاته الفنية يمكنه أن يلعب في مستوى أفضل. عندما تابعت النهائي كأس العالم، هل فكرت للحظة أنه كان بإمكانك لعب النهائي؟ نعم بالتأكيد، إنه أمر محزن. أعتقد أن إسبانيا لم تلعب بشكل جيد. لم نكن جيدين من الناحية الجماعية، لكن علينا أن نشير أيضا لافتقادنا الحظ بوقوعنا في مجموعة صعبة جدا. في النهاية إسبانيا لعبت شوطا أولا جيدا جدا أمام هولندا، ومباراة رائعة أمام أستراليا، لكن بالمقابل شوطنا الثاني أمام هولندا كان سيئا للغاية. ونفس الشيء بالنسبة لمباراة الشيلي التي كنا خلالها سيئين. لم نتمكن من الوقوف ندا للند أمامهم، ولم نكن في مستوى الحدث. الجميع كان ينتظر منا الكثير، لكننا لم نلعب بطريقة جيدة. فكرت في ذلك مجددا عند مشاهدة النهائي. كان بإمكاننا أن ننشط النهائي، لأننا كنا نملك منتخبا قادرا على الذهاب بعيدا في كأس العالم. الآن عرفت القيمة الكبيرة لإنجازاتنا. فزنا بكأس العالم وكأسي أوروبا. في السنوات القادمة ستثمن بشكل أفضل الإنجازات التي حققها جيلنا. ألم تشعر بنكران جميل بعد هزيمتكم أمام هولندا، سيما أنت الذي كنت عرضة لانتقادات كبيرة؟
تلك الانتقادات طبيعية. إسبانيا لم تكن في مستوى الحدث، كنا بعيدين كثيرا عما كان منتظرا منا. زيادة على هذا خسرنا بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف وحيد منذ البداية أمام هولندا التي فزنا عليها في النهائي النسخة الماضية من كأس العالم. من الطبيعي أن تنهال علينا الانتقادات عندما ننهزم بتلك الطريقة منذ المباراة الأولى، لا سيما أن آملا كبيرة كانت معلقة علينا وفشلنا في تجسيدها. لهذا علينا تقبل الانتقادات والاعتراف بأن هولندا والشيلي كان أفضل من إسبانيا وفقط. لقد حضرا جيدا وحللا طريقة لعبنا وفي النهاية كان أفضل منا. تكلمت من قبل عن سوء الحظ. ألا تعتقد أنكم افتقدتم للحظ الذي رافقكم في بعض الأحيان خلال السنوات الأخيرة؟ ألم يكن الهدف الذي ضيعه سيلفا قبل تعديل هولندا للنتيجة كفيل بتغيير مشواركم في المونديال؟ نعم، أعتقد أن تلك اللقطة السانحة للتهديف كانت حاسمة، لأنها حولت النتيجة من هدفين دون رد لصالحنا إلى هدف لكل منتخب في ظرف دقائق قليلة. أن تنهي الشوط الأول بهدفين نظيفين لصالحك أمر مختلف كثيرا من أن تنهيه بنتيجة التعادل. لو سجلنا ذلك الهدف لكنا اليوم ربما نتحدث عن أمر آخر، لأن إسبانيا كانت ستذهب بعيدا في المنافسة. بالطبع هو مجرد تفصيل صغير، لكن كان بالإمكان تغيير الكثير من الأشياء. أن الحظ لم يكن إلى جانبنا هذه المرة. في النهاية 2014 ليست سنتك. فعلا ليست سنتي على الإطلاق. زيادة على النتائج، شهدت أيضا وفاة فيلانوفا ثم أراغونيس. لقد كانت فعلا سنة سيئة على جميع المستويات، برشلونة، المنتخب وحتى على المستوى الشخصي. لقد فقدت شخصين جد مهمين بالنسبة لي، تيتو في برشلونة ولويس في المنتخب. كانت تربطني معهما عواطف، كما أنني كنت أحترمهما كثيرا كرجلين. لقد كانا نموذجا بالنسبة لي. لم تكن سنة سهلة بالنسبة لي. علينا أن نتقبل ما نواجهه من مواقف ونحاول أن نجعل الأوضاع تسير بشكل أفضل في السنة القادمة. نعود للحديث قليلا عن كأس العالم. حدثتني عن المنتخب الجزائري كأنه حقق المفاجأة في البرازيل. الجزائر لم تفاجئني كثيرا. من هي المنتخبات التي كانت بالنسبة لك مفاجأة كأس العالم السارة؟ الجزائر كانت مفاجأة مدهشة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتابعون كثير كرة القدم، لا سيما أنها أثبتت قدرتها على الوقوف الند للند أمام أفضل المنتخبات وعلى رأسهم ألمانيا بطلة كأس العالم. هناك أيضا بلجيكا التي تمتلك منتخبا رائع ويجيد لاعب كرة القدم. لقد افتقدت لقليل من الحظ فقط في الدور الربع النهائي بمقابلتها الأرجنتين. وأخيرا هناك كوستاريكا التي كانت مذهلة أيضا بطريقة لعبها ولياقتها البدنية. إنهم المفاجآت الثلاثة السارة في مونديال البرازيل. أعتقد أنه في المستقبل لن تكون هناك مفاجآت، لأن مستويات المنتخبات اليوم أصبحت تتقارب أكثر فأكثر. والمنتخبات المخيبة؟ إسبانيا بالخصوص بالنسبة لي كانت أكبر خيبات كأس العالم. علينا ألا نختبئ، ببساطة لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، لم نلعب بطريقة جيدة. إنه أمر مؤسف. هناك أيضا إنجلترا وإيطاليا كانا يملكان حظوظا جيدة أيضا، والبرازيل بالنظر إلى الطريقة التي خسرت بها أمام ألمانيا. هناك خيبات أمل بالجملة، لأن في الأخير هناك متوج واحد. الأرجنتين أيضا تأسفت على خسارة النهائي، لكنني أكرر مرة أخرى أننا كنا الخيبة الأكبر. لم نتمكن حتى من تجاوز الدور الأول. أعجبت كثيرا بتصريحاتك خلال كأس العالم. قلت نموت فلسفة لعبنا حتى إن خسرنا. هل تعتقد الآن أن على إسبانيا مواصلة اللعب بنفس الأسلوب؟ نعم، أعتقد أنه علينا أن لا نغير أي شيء. يجب فقط تحسين الجانب الفني والتكتيكي بنفس الطريقة التي مكنتنا من الفوز بكأس أوروبا مرتين وكأس العالم قبل إقصائنا مبكرا في مونديال البرازيل. يمكننا تحقيق نجاحات جديدة في كأس أوروبا 2016 في فرنسا وكأس العالم 2018 في روسيا، خصوصا أن هناك جيل جديد من اللاعبين القادمين. إسبانيا علمت العالم أجمع أنه بإمكانك الفوز واللعب جيدا في آن واحد. يمكنني القول أن ألمانيا قلدتنا نوعا ما، وكانت نسخة من المنتخب الإسباني الذي نجح في المواعيد الكبيرة خلال السنوات الأخيرة. هل إبقاء على ديل بوسكي على رأس المنتخب الإسباني قرار حكيم؟ أعتقد ذلك. إنه يستحق مواصلة تدريب المنتخب النظر إلى ما فاز به من ألقاب. إنه مدرب يؤمن بفلسفته ويراهن عليها، كما أنه يحسن تسيير مجموعة المنتخب. تركه يرحل كان ليكون خطأ جسيما. هل بالإمكان أن تقدم لنا تشكيلة مثالية للمونديال حسب وجهة نظرك؟ الأمر صعب. أود أن أختار لاعبين كثر من منتخب ألمانيا، لأنني أراه الفريق الأفضل. توجد أيضا اكتشافات كثيرة في المونديال، تحديدا منتخبي الجزائر وبلجيكا. أريد أن أضع في التشكيلة الثنائي ميسي ونيمار، معهما كولومبيون أبرزهم المتألق جيمس رودريغيز.
وبصرف النظر عن 3 أو 4 مفاجآت، كان الفريق الألماني صانع الفارق مع مولر، لام، توني كروس، حارس المرمى نوير، وهاملز الذي كان رائعا، دون أن أنسى بواتينغ الذي أذهلني في المباراة النهائية. من هو اللاعب الجزائري الذي يمكن على الأقل وضعه على كرسي الاحتياط تشكيلة مثالية؟ أريد أن أضع في غولي إنه لاعب أحبه كثيرا، طريقة لعبه تستهويني، إنه لاعب قادر على اللعب في مستوى أعلى حتى من الذي يتواجد فيه حاليا. أود أيضا أن أضع إبراهيمي معه. ما الذي يعجبك في أسلوب إبراهيمي؟ مراوغاته، أنا أحب هذين اللاعبين لأنهما يلعبان بأسلوب مباشر. إبراهيمي في صراع 1 ضد 1 هو مذهل، واحد من أفضل اللاعبين في العالم اعتبارا من اليوم. غولي أيضا لأنه يملك نظرة جيدة للغاية فوق الميدان، كما أن تمريراته ذات جودة عالية جدا. بالنسبة لي هم أفضل اللاعبين الجزائريين في الوقت الراهن. ضعهما إذن في تشكيل مثالي للمونديال. صعب جدا، أفضل تواجدهما ضمن التشكيلة الاحتياطية. الآن نود أن أسألك بعض الأسئلة الشخصية إذا سمحت. لا يوجد إشكال، تفضل. ما هي المميزات والعلامات الفارقة بالنسبة للرجل؟ أعتقد أن الأمر له علاقة بالعقلية، أن تكون فائزا في الحياة، الرغبة في الانتصار والتطلعات المعقولة، أن يكون المرء خدوما للآخرين، أعني خلق الإيثار. عن نفسي أحب كرة القدم لأنها تعلمنا نكران الذات لصالح الغير، البحث عن مصالح الزميل، التعاطف مع الغير، والعمل من أجل المجموعة. كرة القدم ساهمت أيضا في تكوين شخصيتنا بامتلاك الطموح وروح المنتصر في الرياضة. يمكن النجاح في الحياة بشكل عام، دائما نتطلع إلى ما هو أفضل وأكثر ولا نرضى بالقليل. وبالنسبة للمرأة؟ نفس الشيء، الطموح أولا والرغبة في أن تكون أفضل من أجل أن نتحسن كل يوم. هناك جوانب كثيرة في الحياة التي تحتاج إلى تحسين. وما هو أكبر عيب لدى الرجال؟ إنها الأنانية، فبمجرد التفكير في النفس ومنحها الأولوية. هذا ليس بالأمر الجيد على الإطلاق. في الحياة يجب علينا أن نحسن التعايش مع الجميع ونفكر في الآخرين. نفس الأمر بالنسبة للمرأة؟ تحديدا نفس الأمر مشترك بين الطرفين. المنطقة أو المدينة التي تريد أن تكمل بها حياتك؟ كاتالونيا. وكيف؟ أعتقد أن لدينا كل شيء في كاتالونيا، نمتلك الجبال والشواطئ وكرة القدم الجيدة، الطعام رائع أيضا، كل شيء. عندما نذهب إلى مكان آخر تقدم لنا أشياء نحن ندرك أنه لدينا أكثر وأفضل منها في كاتالونيا. أنا عاشق لكاتالونيا، لدينا لا كوستا برافا ونحن قريبون من أندورا، كل شيء متوفر للهو والمرح. والجزائر أيضا على مقربة منكم. نعم بالتأكيد. البلد الذي تريد زيارته في يوم من الأيام؟ ونحن نتحدث، أقول لك الجزائر، تقول لي لماذا؟ لأني أحب التعرف على الثقافة الأخرى والبلدان الأخرى، أحب التواصل مع الناس. الآن وأنت تتحدث لثاني مرة إلى الجزائريين، نعتقد أنك ستبدأ تحبهم. أود فعلا زيارة بلدكم في يوم من الأيام. ما هي أفضل هدية لقيتها على الإطلاق؟ إنها عائلتي، هذا هو أفضل شيء لدي، والدي، إخوتي، والآن زوجتي، أيضا أصدقائي. أعتقد أنني كنت محظوظا جدا في الحياة بأن تكون أسرة 10 على 10، عائلة رائعة مع الكثير من القيم، كما أنني استغليت الكثير من طفولتي. والآن في مركز التكوين كومبوست شافي، أيضا أود أن أغتنم الوقت مع الأطفال. كنت محظوظا جدا في الحياة وأنا أعترف بهذا. بقي فقط بعض الأولاد يملؤون حياتك. نعم، وفي المستقبل القريب سيحصل. ما هو الأمر الذي لا يمكن فصله عن حياتك؟ كرة القدم بالتأكيد، هذا هو شغفي، إنها حياتي، إنها تضحكني وتثيرني. أنا دائما أعتمد على كرة القدم في حياتي. اليوم مثلا من المفترض أنني في عطلة، ولكن جئت إلى مركز التكوين مع الأطفال. أحب أن أكون على اتصال مع كرة القدم، مع الرياضة التي تدهشني كثيرا. لعب كرة القدم والكسب في الحياة واحترام الناس إنه الأمر الأكثر جمالا التي يمكن أن يحدث لي. ما هي الهدية التي كنت تتمنى أن نقدمها لك؟ لا شيء خاص، لأنني أعتبر نفسي رجلا محظوظا. أنا فقط أريد أن أستمر هكذا، أن أكون في صحة جيدة مع عائلتي وأصدقائي، وأستمر في التمتع بالكرة والبقاء في حضن كرة القدم. لا يمكن أن أطلب أكثر من هذا.
ما هو عنوان آخر كتاب قرأته؟ الكتاب الأخير الذي قرأته، لقد مر وقت طويل على أي حال. أنا أعترف أنني لا أقرأ الكثير من الكتب. لقد قرأت كتاب مارادونا وواحد لمايكل جوردان. أنا أحب كل ما له علاقة بالرياضة وخاصة كرة القدم. أحب قراءة التجارب الشخصية للرياضيين الذين تركوا بصمتهم في تاريخ هذه الرياضة. وآخر فيلم شاهدته؟ أعتقد أن آخر فيلم شاهدته كان إسبانيا وعنوانه 8 أسماء باسكية. الفيلم كوميدي وجميل جدا. قل لنا في كلمة واحدة ماذا تعني لك هذه الكلمات؟ كاتالونيا. مشاعر وعواطف. إنه شيء موجود في أعماقي. أنا متجدر في هذا البلد الذي هو كاتالونيا. الجزائر. الكثير من الاحترام والتقدير للجزائر والجزائريين. مفاجأة سرا حقا بالنسبة لي في عالم كرة القدم. الجزائريون يستحقون ذلك لأنهم يعملون بجد وهناك شغف كبير لديهم، لذا أقصى احترام مني إلى الجزائريين. السعادة. إنها الهدف، هدف وغاية يمكنني الوصول إليها طوال حياتي. أتمنى أن أبقى سعيدا إلى الأبد. الدين. الكثير أيضا من الاحترام لجميع الأديان. أنا عن نفسي أحترم جميع الأديان في العالم. الجميع يختار طريقته الخاصة في فهم الحياة وأنا أحترم معتقدات الجميع. الموت. إنه مستقبلنا، علينا تقبله حتى وإن كان صعب هضم فكرة كهذه. الآن سوف نطلب منك أن تنظر إلى الكاميرا وتتمنى للجزائريين رمضان سعيد، لأنه كما تعلم نحن في شهر الصيام. للجميع.